المشروع هو عبارة عن بادرة من الكونفدرالية المغربية للشغل، والتي تكمن في تطوير البرنامج النقابي لتعليم المهنة ل5000 امرأة من شمال المغرب ما بين 2004 و2007 وإدماجهن نقابيا. من أجل هذا تم تهيئة 9 مراكز للتكوين، والتي يدرس فيها محو الأمية، الإعلاميات، اللغات، الفصالة والخياطة. والمراكز أيضا تنظم أنشطة للتكوين النقابي، السلامة المهنية، السلامة الجنسية والنسل. المشروع مول من طرف 18 بلدية كاتالونيا، وتم تسييره من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومنظمة كومو بوسادا التابعة للاتحاد العام للشغالين بكاتالونيا. مركز التكوين الكونفدرالي هو جاء نتيجة أو ثمرة ديال التعاون الخارجي من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع اتحاد عمال كاتالونيا بإسبانيا. هذا مركز التكوين الكونفدرالي جاء في إطار برنامج ديال التعاون من أجل إدماج المرأة مهنيا ونقابيا. هذا البرنامج اللي كان انطلق سنة 2004، لكن حنا استفدنا من البرنامج في النهايه ديالو تقريبا في السنه الاخيره ديالو في 2007، وبالضبط في نوفمبر 2007 انطلقنا هنا في هذا المشروع ديال مركز التكوين. رغم الحداثه ديالو استطعنا اننا في السنه الماضيه نكونوا او نستافدوا من هذا المركز هذا ما يزيد على 241 مستفيده ومستفيد بطبيعه الحال، لان فتحنا المجال كذلك لبعض النقابيين للاستفاده من المحاور ديال التكوين في هذا مركز التكوين الكونفدرالي. الاهداف ديالنا حنا في التزام من المركز ما كتتبعش على الهدف العام من البرنامج ككل اللي هو ادماج المراه مهنيا ونقابيا. كذلك حنا في تازا اهدافنا اننا رفع التهميش على المراه في تازا، باعتبار ان المدينه ديال تازا تعتبر من المدن المهمشه ومن المدن اللي الطبيعه ديال السكنه ديالها انها محافظه وبعيده على واحد المجموعه ديال المستجدات اللي كتكون المجتمعيه بصفه عامه. وهدفنا كذلك اننا نوفروا تكوين مهني للمراه باش تستطيع انها تندمج في عالم الشغل، وبالتالي اندماجها في العمل النقابي. لم يشم معترضين في